ده عبد الفتاح الأسري اتولد في عيلة ميسورة الحال. أبوه كان تاجر دهب كبير وكان عايزه يكمل في التجارة، يعني كان ممكن يعيش حياة مستقرة، فلوس وشغل مضمون. بس هو اختار طريق تاني خالص، اختار المسرح. دخل عالم التمثيل رغم انه ما كانش اختيار سهل وقتها، وكان لازم يبدأ من تحت الصفر. وقف على المسرح، جرب، غلط وتعلم لحد ما اشتغل مع نجيب الريحاني. ومن هنا بدأت الحكاية بجد. الريحاني شاف فيه حاجة مختلفة، حاجة تخلي الناس تضحك من غير أي مجهود. وبعدها بدأ يظهر في أفلام كتير، واشتغل مع نجوم كبيرة زي إسماعيل ياسين. اشتغل في ابن حميدو وسي عمر ولو كنت غني وحرام عليك ومتحف الشمع وغيرهم أفلام كتير قوي.